السلام عليكم. الزمالك بيفوز على فاركو 3-1 وبيوصل لربع نهائي كاس مصر. لو جينا اتكلمنا على مجمل الماتش هنحس ان هو شوط اول ممتع من نادي الزمالك كويس، وكان امتع من شيكابالا، كان بيقدم كرة حلوه، وجون كويس جدا من مصطفى شلبي، جون يعني عالمي، وضربة جزاء لا ترتقي لضربة الجزاء باللمسة حسب بيلن والحمد لله، وجون كويس جدا من احمد فتوح. غير كده دقايق وبتعدي في الماتش. شوط اول كويس وشوط تاني مفيش الزمالك. واحد يقول لك يا عم احنا كنا فين ولا وبقينا فين، ده الزمالك كان بيتغلب من طوب الارض. مش عايز يكون دي طموحاتنا. انت نادي الزمالك، نادي الزمالك بيقدم المفروض كوره ممتعه ونتيجه ممتعه. مش معقوله عشان احنا كنا بنتغلب من طوب الارض مثلا وكله حاطط علينا يبقى يعني بابسط الاشياء تفرحنا. لا، دي مش طموحاتنا، ومش لازم ان تكون دي طموحاتك. اصل انت مش فريق في متوسط، او مش فريق يعني بتنافس على ايه اللي انت تقعد في الدوري. انت المفروض فريق من افضل الفرق في قارة افريقيا، وبقى الطموحات بتاع الجماهير المفروض تبقى عالية، مش اللي انا بقدم شوط وبعد كده مفيش. وحاجة غريبة في لعيبة نادي الزمالك اللي هي مصممة عليها في معظم متوشة، اللي انا ادخل المنافس في المباراة. انت كسبان 2-0 في الشوط الاول وطالع باداء كويس، مش هنزل افرم بقى الفريق، لا، بخلي فاركو يجيب فيا جون في توقيت كويس جدا. لو لعبت فاركو فايقه او لعبت فاركو مركزه شويه كانت رجعت في المباراه، عشان الزمالك ما قدمش حاجه لغايه لغايه اما جاب الجون واحمد بالحاج نزل فوق الفريق شويه. يعني هي دي بقت طموحاتنا خلاص. ليه كل مره بدخل الفريق اللي قدامي في المباراه؟ ما يعني اغير شويه من المنافس بتاعي. يعني لو قدر ما بيعفيش، انا ليه ببقى كسبان 2 وهلاقي بدخل الفريق اللي معايا في الجيم؟ وخلي بالك الجون اللي جه فينا هو المسلوسي لبسه، لكن هو الراجل بتاع اصلا اللي كان ماسكه احمد فتوح. وانا بالنسبه لي احمد فتوح ده من افضل اللعيبه اللي موجوده، بس انا مشتته بالطريقه اللي الراجل بيلعب بيها. هو ديفندر ولا سيرد باك ولا بيغطي؟ الراجل سرح، راح عمرو جمال دخل جاب الجون. وده مش معناه ان المسلوسي كويس بالنسبه لي. انا مش عارف ازاي بجدد لواحد زي المسلوسي ماتش و20، لا، مش هو ده اللي يلعب نادي الزمالك مع احترامي ليه. وليه بجدد لسيف الجزيري؟ مش هو ده اللي يلعب نادي الزمالك. مش مهاجم، هو يا عم مهاجم منتخب تونس ماشي، بس مش هو ده الكويس بالنسبه لي. ولا هو باسم مرسي، ولا هو عمرو زكي، ولا هو هدوءه زي بتاع عماد متعب بس قناص. لعيب كده ما تفهملوش هو بيجري ولا ما بيجريش، زي احمد جعفر كده ما تعرفش هو بيجري ولا بيقف. المفروض اجيب المهاجم بتاعي يبقى شرس. باسم مرسي شوفوا كان شرس ازاي، عمرو زكي، عبد الحليم علي، الناس اللي بتعرف تجيب جول حتى لو هي هاديه ما بتجريش كتير. يعني عبد الحليم علي، عماد متعب ما بيجريش كتير بس بيعرف يجيب جول. انا مش هي دي طموحاتي. الصفقات اللي انا المفروض يعني المفروض اصلا اللي لو هتجدد هم 5-6 اللي يكملوا والباقي كله مع السلامه. انا مش فاهم انا. وبالنسبه لمحمد ابو غني انا مش فاهم، اقسم بالله. احنا لو جينا اتكلمنا الف مبروك لنادي الزمالك والحمد لله كسبنا ماتش فاركو ووصلنا الربع النهائي وهنقابل المقاولين، بس مش هي دي طموحاتنا كجمهور، مش هو ده الاداء. لا، انا عايز اداء افضل، عايز لعيبه احسن. اتمنى ان يكون يعني الاداره يعني تركز مع فرقتها شويه ونجيب صفقات تليق بقى بنادي الزمالك. انت فرطت، او مش انت يا عم، او اللعيبه اللي مشيت من عندك لعيبه كانت كويسه جدا، طارق حامد وبن شرقي ومصطفى محمد وساسي، مش عايز انسى حد، لا، وامام عاشور، لا، فريق والونش متصاب. انا بالنسبه لي يعني محمود علاء افضل من المدافعين اللي انت حطيتهم دول. رجعه ومشي بقى، استغنى عن الكلام ده كله. محمد ابو غني مع احترامي ليه يعني ايه، يعني يلعب ايه في فريق تاني، يعني ايه ما يلعبش ايه في الزمالك. مستواه مش نادي الزمالك ولا نادي الاهلي ولا الفرق دي على فكره. يعني ما تخافش اللي هو مش هيروح الاهلي. لو انت يعني خايف لو اللعيب يتمشيه ويروح الاهلي، لو كان جاله الاهلي كان سابنا ومشي.
عشان تبقى فاهم. فلما تيجي تجدد، جدد للعيبه، اتعب مع اللعيبه اللي مؤثره. يعني مثلا فتوح مؤثر، اشوفه زيزو، الونش، الجونين. انا عندي جونين كويسين، حتى لو صبحي غلط غلطه غريبه كده بس كويس. عواد كويس. اشوف اللعيبه اللي هتاثر معايا واتعب معاها واديها فلوس اللي انا اغريها، مع ان هم مش هياخدوا الفلوس في الاخر. بس ما اروحش اجدد وخلاص. انا مش بكمل عدد، مش بسكن عدد وخلاص. 90% من لعيبه الزمالك الموجوده ما تلعبش في نادي الزمالك. اتمنى من الاداره نركز، لو ركزنا الاداره بتاعت نادي الزمالك لو ركزت ربع تركيزها مع الفرق التانية ومع المنافس، هنجيب صفقات كويسه، هنركز مع نادي الزمالك، هنلعب بكره حلوه. اللعيبه هيعرف اللي الاداره مركزه معاه، هو مش مشتت نفسي في كذا حاجه. كده احنا هنقابل المقاولين في ربع النهائي وربنا يكرم بقى. لو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.